أعزائي المشاهدين في كل بيت، أعزائي المشاهدين في كل مكان، رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وزي ما عرفتوا من عنوان الفيديو والمقدمة، النهاردة عندنا ردة فعلي وتحليل تريلر برنامج رامز جلال الجديد، واللي هيكون بعنوان رامز إيلون ماسك، على وزن رجل الأعمال الشهير إيلون ماسك يعني وكده. فقبل ما نبتدي لازم دلوقتي تنزل تشترك في القناة وتفعل زرار التنبيهات عشان نوصل 20,000 مشترك، وتحط لايك على الفيديو. رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. وكالعادة زي أي برومو لبرنامج رامز، الجملة الشهيرة رمضان كريم وكل سنة وانتم طيبين. ده ايه البداية دي؟ هو برنامج رعب ولا ايه؟ من أهم صفات الصياد الشاطر. ده ايه ده؟ روبوت ده ولا ايه؟ تقريبا روبوت. يعني هل البرنامج هيطلع في الآخر ليه علاقة بالروبوتات؟ الهدوء والصبر والتموين. طب أول 3 أشخاص ظهروا في البرومو في عبده أحمد العوضي وحسام حسن مدرب منتخب مصر، فبنلاحظ إن السنة دي في تنويع نوعا ما في الضيوف. ده ايه ده؟ هو أحمد العوضي بيعمل ايه؟ ومين ده؟ محمد سامي ده ولا بيطلع بط من البتاع ولا مين؟ محمد سامي. لا، واضح ان في نجوم جديده هتظهر بجد. لازم الحدث يكون كبير. هو انا مش فاهم، هو ده برنامج مواهب؟ الستيج والديكور عامل زي ذا فويز او اكس فاكتور؟ انا لحد دلوقتي مش فاهم الفكره. وفي لحظة الضحك والهزار اضرب ضربتك من غير انذار. يا ساتر يا رب، يا ساتر. ده واضح ان السنه دي المقلب على كبير بقى، على عكس اخر سنتين. وما شفناش تكرار لفكره السنه اللي فاتت ان هو يجيب ضيفين في نفس الحدث ده. ما شفناش التكرار ده، فالحمد لله يعني، لانها كانت سيئه جدا. شفنا ده بيقول رامز، فالفكره برضو بيستكمل، وانه بيعرفوه من المقلب ذات نفسه. يعني هو المقلب شغال، هم عارفين ان هم في مقلب رامز، مش بيتفاجئوا في الاخر يعني ان ده مقلب وان رامز اللي عمله كده. فدي حاجه سلبيه ودي حاجه سيئه. انا كنت بستنى في البرامج بتاعت رامز ردة الفعل بتاعت الضيف لما يكتشف ان ده مقلب وان رامز اللي عامله هتكون عامله ازاي. ولكن مؤخرا بقينا نشوف ان رامز بيكون ظاهر اصلا في المقلب، ويكون الناس عارفين ان هو بيتعمل فيهم مقلب. ففين المقلب في كده؟ كنت اتمنى السنه دي بصراحه ما اشوفش تكرار للسنه اللي فاتت والموسم اللي قبل كده، كان لما كان اسمه رامز مجنون رسمي ده، ان رامز يكون ظاهر في المقلب ويكون عارفين ان ده مقلب، بغض النظر ان هما بيكونوا جايين عارفين، ولكن برضه ردة الفعل في الاخر دي بتكون حاجه مميزه. فاحنا افتقدناه في موسمين قبل كده، والموسم الثالث اللي احنا هنفتقد نفس البوينت دي. ولكن خلينا ننتظر ونشوف. طيب امام عاشور ضيف السنه دي برضو، ودي هتكون لتالت سنه على التوالي ولا تاني سنه؟ لا تاني سنه، ما ظهرش في اللي قبل اللي فات. يا ساتر يا رب. لا يعني واضح ان المستوى السنه دي عالي، مستوى الضرب والتكسير والمقلب عالي حبتين. الموسيقى اللي شغاله دي زي الموسيقى بتاعت لعبه الحبار، حاسس ان زيها او في تشابه بينها، بس الاغنيه دي بالمصري. ساتر يا رب، ده الناس بتموت في البرومو، فما بالك من الحلقات بقى. يا ساتر يا رب. شفنا ظهر من لعيبه الاهلي طاهر محمد طاهر واسامه ابو علي. السنه دي رامز دهن شعره لونين، اصفر على الشمال وابيض على اليمين. لا لحد هنا وستوب بقى. بين قلبي كله الا بين قلب، لو سمحت. الواد بتاعنا بين قلبنا كلنا، ما بيتعملش فيه كده. ولع دلوقتي يا ابني، اشوفها بتولع دلوقتي. ساتر يا رب. حرفيا الناس بتموت. إيلون مصر هينيم الكل من العصر. ختام البرومو بجملة رامز ايلون مصر هينوم الناس من العصر، وظهور الروبوت كده جنبه. فبجد انا اتحمست اشوف دور الروبوت ايه في المقلب. رامز إيلون مصر على NBC مصر. رمضان يجمعنا. كده يكون انتهى البرومو. تقييمي للبرومو هيكون 6/10. ما كانش بالقوة المعروفة عن رامز، ولكن الحاجة الإيجابية إنه شفنا كذا ضيف جديد ووجوه جديدة ظهرت في البرومو، وناس انت تتحمس بجد انك تشوفهم يعني لأول مرة في برنامج رامز. طبعا برنامج رامز جلال حاجة أساسية على الفطار لأي عيلة مصرية، سواء كان البرنامج وحش سواء كان البرنامج حلو، وهو حاجة أساسية ولازم نتفرج عليه. إن شاء الله هنستنى البرنامج بكرة
على الفطار كعادة كل سنة، وربنا ما يقطعها عادة. وسؤال حلقة النهاردة: ايه اكتر برنامج عجبك لرامز وكان سنة كام؟ ولو وصلت لحد اللحظة دي من الفيديو فانت انسان بجد عزيز قوي قوي على قلبي. كل سنة وانت طيب ورمضان كريم عليك وعلى كل حبايبك. ما تنسوش تشتركوا في القناة وتحطوا لايك على الفيديو وتشيروا الفيديو في كل مكان، واراكم قريبا في فيديوهات كتير خلال شهر رمضان بإذن الله، والسلام عليكم.